ازاي الشخص السعودي ده طلع يقلل من منتخب مصر قبل مواجهه كوديفوار؟ وتصريح سابق لابو تريكه للاعبي منتخب مصر: لو خفتوا بصوا على السبع نجوم. قبل ماتش منتخب مصر وكوديفوار في ربع النهائي في افريقيا، في حاليا موجه تقليل من المنتخب المصري قبل الماتش ده. يا جدعان انتوا ناسيين ولا ايه؟ ده احنا عندنا من الكاس ده 7. الشخص السعودي اللي قدامك ده ابو الكباتن تعب نفسه وعامل فيديو مخصوص علشان يسخر من منتخب مصر، وبيقول لهم اركبوا الطياره سكيتي واهربوا لان منتخب كوديفوار ممكن تديكوا بالخمس. واكد كلامه تاني وقال اهربوا علشان ما تحرجوناش لانكم انتوا، قصده على منتخب مصر يعني، في وشنا. وكمان شبه منتخب كوديفوار ان هو منتخب فرنسا بس فرع افريقيا. انا ابو الكباتن مش هرد ولا هقول اي حاجه، بس انا هستعين بتصريح سابق للنجم الكبير ابو تريكه، واعتبر ده رد على اي حد بيقلل من منتخب مصر. ابو تريكه قال للاعيبه ما تخافوش من حد، العبوا بشخصيه منتخب مصر، احنا اللي الفرق اللي لازم تخاف مننا. وفكروهم ببطوله 2008 لما كسبنا الجيل الذهبي الكوديفوار بقياده دروجبا، والسر هنا كان عدم الخوف. وقال يا ابو الكباتن الجمله التاريخيه الشهيره بتاعته: لو حسيتوا بالخوف بصوا على السبع نجوم اللي على القميص اللي انت مرتديه، لان مصر هي ملكه القرن. وختمها وقال: فكروهم ان عندكم افضل لاعب في العالم وهو محمد صلاح. فالسؤال دلوقتي يا ابو الكباتن، هل فيديو التقليل من منتخب مصر ده ممكن تكون رساله للعيبه وفعلا يتحفزوا علشان يكسبوا كوديفوار؟